يتجه ملايين الجزائريين سنويا إلى الجارة الشرقية طلبا لأنواع مختلفة من السياحة، وأغلبهم يفضلون وجهة سوسة من أجل سياحتها البحرية التي تكلف فيها جولة على اليخت أقل ب10 أضعاف ما تكلفه على السواحل الجزائرية وبخدمات مضاعفة. في الموسم ساعتين ونص، ثم إلى 3 سوايع ونص في يوم في البحر، وين تقدر تتمتع بالبحر وبالجو التونسي وبالامبيونس التونسية. رحلة طويلة تتكلف حوالي 25-30 دينار للشخص الواحد، وفيها وجبة، فيها أكل، ورحلة أقصر. كل ما يقصر الوقت كل ما تنقص معناها المونطون متاعها. هنا عندنا رحلات مبرمجة خصيصا في الباكيج اللي نديروه اوتون كاجونس دو فواياج، هي دي اكسكورسيون سبيسياليزي اونيكمون بور لو توريزم بلو، ووجود عده قطع ترفيهيه مثل كما نلاحظ هنا يعني باتو بيرات، عندنا لي كاتامارون. حتى طريقة الاستقبال والترويج تحمل الكثير من المعاني الحقيقية لمفهوم تشجيع هذا النوع من السياحة. بات من غير الطبيعي أن يصل جزائري إلى مدينة سوسة التونسية ولا يصل إلى ميناء القنطاوي. 100,000 الجزائريين يصل سنويا إلى هذا المعلم السياحي الذي انفردت به مدينة سوسة التونسية. كثير من الجزائريين يقصدونه لانفراديته ولأسعار مثل هذه الجولات التي تكاد تنعدم أصلا في الجزائر. ليس هنالك فصل معين تنتعش فيه سياحة اليخت، فالجزائري يفضلها على مدار السنة لتكاليفها ونوعية خدماتها. دوكا كي نجو عندك رخيصة ومليحة ودير امبيونس، حنا جزائريين صيبنا نشطحوا ونفرحوا 1 2 3 فيفا الجيري في الباتو ايتو، معناتها حاجة مليحة. جو بونس 40 مينوت الفواياج، وي معناتها غالية. تروح 5000 ولا 10,000 تونسية، تروح يديك 40 مينيت، تحس تسولاجي شوية. يقصي القطاع السياحي الجزائري هذا النوع من خدمات الترفيه كليا، فيبدو حسب منطقه في غنى عن ملايين الدولارات التي تغدقها بعض اليخوت على ساحل أثري وقليل من الابتسامة.